حب الناس نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى على عبده. ده حتى بيقول لك من حب ربه حبب فيه خلقه. مظاهرة حب من بعض جماهير النادي الأهلي أمام المستشفى اللي فيها الأستاذ العمري فاروق، راحوا علشان يؤكدوا على حبهم ليه ودعائهم ليه بالشفاء إن شاء الله بأمر الله. ربنا يا رب يرجعه بألف خير وصحة وسلامة لبيته وأسرته والناديه اللي بيعشقه واللي أفنى حياته في خدمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وأخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. أدعي ربنا سبحانه وتعالى إن الحلقة النهاردة تعجب حضراتكم، علشان يا جماعة لو سمحتوا ما تحرموناش من اللايك من الشير، ولو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. اختتم النادي الاهلي النهارده استعداداته لمباراه الغد اللي هيلاقي فيها يانج افريكانز على ملعب الاخير. المباراه في الجوله الثانيه من دور المجموعات في بطوله ابطال افريقيا، ابطال الدوري. طبعا النادي الاهلي داخل مباراه بكره باهداف كتير وتحديات كتير. اولهم هو الحصول على 3 نقط لاستكمال المسيره نحو النهائي. طبعا احنا عارفين ان احنا بقالنا كام سنه في النهائي، ما ينفعش ان احنا نغيب عنه. تاني هدف من اهداف مباراة بكرة هو استعادة نغمة الانتصارات بعد الفترة الاخيرة اللي فيها تذبذب في مستوى الفريق. ثالث هدف من اهداف مباراة بكرة هو مصالحة الجماهير اللي اصبحت غاضبة من المستوى اللي الفرقة فيه. النهاردة فوق شوية بعده تحت شوية، وده ما تعودناش عليه من جماهير من فريق النادي الاهلي. رابع هدف من اهداف بكرة هو بالنسبة للعيبة بقى استعادة الروح القتالية واستعادة شخصية النادي الأهلي. النادي الأهلي بيخش مباراة بكرة وهو عنده 3 نقط بعد لقاء الجولة الأولى وفوزه على ميدياما الغاني 3-0. برضو النادي أفريكانز يانج أفريكانز داخل مباراة بكرة وهو 0 نقط بعد مباراة اتغلب فيها بنفس نتيجة مباراة الأهلي وميدياما، اتغلب فيها 3-0 من شباب بلوزداد في الجزائر على ملعب شباب بلوزداد. طبعا واضح ان الكرة المستديرة هتلعب لعبتها في مجموعة النادي الاهلي وهتعمل اثارة جامدة جدا بعد مباراة النهاردة اللي حصلت ما بين ميدياما الغاني وشباب بلوزداد. انا اتفاجئت بالنتيجة، اتفاجئت ب2-1 لميدياما. يعني كده النادي الاهلي 3 نقط، ميدياما 3 نقط، شباب بلوزداد 3 نقط، يانج افريكانز 0 نقط. طبعا ميدياما وشباب بلوزداد من مباراتين، ده كسب مباراه واتغلب مباراه، وده كسب مباراه واتغلب مباراه. النادي الاهلي هو متربع على قمه المجموعه لان هو 3 نقط من مباراه واحده. ان شاء الله بامر الله مباراه بكره تكون ال6 نقط بامر الله. طبعا سريعا كده تاريخ مواجهات الفريقين الاهلي ويانج افريكانز. الفرقتين اتقابلوا في 5 جولات وكلهم في دوري الأبطال. 5 جولات ب10 مباريات، يعني رايح جاي. ال10 مباريات أسفرت عن 6 فوز للنادي الأهلي، هزيمة وحيدة على النادي الأهلي يعني فوز ليانج أفريكانز، وكان التعادل حاضر في 3 مواجهات. الأهلي أحرز 18 هدف ودخل فيه 4 أهداف. يعني التاريخ بيقول التفوق كله للنادي الاهلي، لكن طبعا الامور ما بتبقاش مأمونة قوي او الظروف ما بتبقاش مضمونة قوي، وخاصة بعد المستوى اللي احنا شايفينه في الايام الاخيرة من النادي الاهلي. بس ان شاء الله بامر الله انا حاسس احساس جوايا يا جماعة ان لقاء الكابتن محمود الخطيب اللي حصل من يومين مع اللعيبة ومع الجهاز الفني ومع لجنة التخطيط والحوارات اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقتين اللي فاتوا، اعتقد ان هي ان شاء الله بامر الله هيكون لها نتيجة، وخاصة ان مستر كولر ما عندوش اي حاجة وراه دلوقتي في الايام اللي فاتت حتى النهاردة غير الصبح محاضرة، الظهر محاضرة، بالليل محاضرة مع اللاعبين. اولا لتحفيز اللاعبين مرة تانية، ثانيا طبعا لشرح الخطط، ثالث حاجة وده الاهم هو استعادة الروح تاني، استعادة روح الفانيلا الحمراء.
استعادت روح النادي الاهلي او شخصيه النادي الاهلي. هو ده اللي مستر كولر بيحاول يعمله دلوقتي مع اللاعبين. قائمه النادي الاهلي اللي اختارها مستر كولر لرحله تنزانيا 22 لاعب. نقولهم سريعا كده: الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. في خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس. في خط النص امام عاشور، اليو ديانج، احمد نبيل كوكا، عمرو السوليه، قفشه، مروان عطيه، حسين الشحات، بيرسيتاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد. في الهجوم: كهربا وصلاح محسن. ربنا يستر يا رب. طبعا كهربا بقالنا زمان ما شفناهوش، فان شاء الله بامر الله يكون كهربا يعني، او ما فيهاش حل، هي ما فيهاش حل اساسا، واحنا شايفين الكلام ده ومتاكدين منه ان في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي ما فيهاش غير كهربا. الله يمسيك بالخير يا محمد يا شريف. ناس كتيره قوي اتبطرت عليك، وناس كتيره قوي قلبت عليك، وانت كنت بتنزل تجيب اهداف، ما اعرفش كانوا قلبين عليك ليه. الله يمسيك بالخير ويصلح حالك. طبعا السفاره المصريه في تنزانيا كعاده جميع السفارات المصريه في كل البلاد، سواء في البلاد داخل قاره افريقيا او خارج قاره افريقيا، اي مكان فيه سفاره مصريه بتخدم اي فرقه مصريه نازله البلد اللي هي فيها السفاره دي على اكمل وجه، بتقوم معاها بدورها على اكمل وجه فعلا يا جماعه والله، من تذليل اي عقبات، ويعني خدمه 7 ستار زي ما بيقولوا. يعني حتى النهارده سياده السفير هناك في تنزانيا حضر تدريب النادي الاهلي، ويعني دعما منه وتشجيعا منه للفريق، واللي هو بالبلدي كده انا معاك اهو، شوفوا انتوا طلباتكم ايه وعايزين ايه، اهم حاجه تفرحونا وترجعوا من تنزانيا وانتوا معاكم ال3 نقط. تحيه طبعا للسفاره المصريه في تنزانيا وفي كل البلاد حقيقي، يعني في كل رحله بنشوف السفاره المصريه بتاعتنا بتعمل ايه. ان شاء الله بامر الله بامر الله. المباراه بكره مش سهله يا جماعه، مش سهله، لان طبعا يانج افريكانز في بلده في ملعبه، وخاصه ان في شكاوي جايه من اللاعبين النهارده من ارضيه الملعب مش كويسه، لكن احنا مش عايزين شماعه نعلق عليها اخطاء. النادي الاهلي في تاريخه وعلى مدار التاريخ لعب في مجاهل افريقيا، ولعب على ملاعب كتير كانت صعب جدا جدا اللعب عليها، وحقق عليها الفوز، ومش الفوز بس، ده حقق عليها بطولات كمان. اهم حاجه يكون عندك الهدف، وما اعتقدش ان احنا يعني في اهداف اكتر من اللي احنا قلناها في اول الحلقه، الاربع اهداف اللي احنا قلناهم. معلش يعني اللي عنده الاهداف دي لو هياخدوه يلعبوه سوري حافي على اسفلت هينزل ويكسب، هو ده اللي انا اعرفه. فان شاء الله بامر الله بالتوفيق لفرقتنا، يعني فرقتنا بكره ان شاء الله بامر الله، ويرجعوا ب3 نقط. يعني يمكن ايه نحاول ان احنا بدأنا نحس ان احنا بنهدى شوية، علشان اللي احنا داخلين عليه يا جماعة، احنا داخلين خلاص كلها 10-12 يوم ونلاقي نفسنا بقينا في كاس العالم للأندية، ما فيهاش هزار وما فيهاش لعب، حاجة بنستناها كل سنة. فان شاء الله بأمر الله بالتوفيق لرجالة النادي الاهلي بكرة. بالنسبة لنتائج الدوري، مباراة الدوري المصري طبعا اختتم النهاردة الاسبوع السابع. معلش احنا نتائج امبارح هنقولها سريعا، لان احنا غبنا امبارح عن حضراتكم، ما عملناش حلقة امبارح. فامبارح طبعا اتقابل الاتحاد وزد. كنا قلنا في الحلقة اللي قبلها ان توقعاتنا ان المباراة دي هتكون حاجة جامدة قوي، لكن هي لم تفي بالوعود، كانت مباراة حسيت ان هي مباراة ساقعة سوري يعني. ما المهم المباراة انتهت 0-0 ما بين الاتحاد وزد. فاركو والمقاولين برضو 1-1. الجيش والجونة 1-1. امبارح كان يوم التعادلات العالمي. النهاردة اتلعب 3 مباريات برضو. الداخلية والبلدية استكمالا لتعادلات امبارح، الداخلية والبلدية النهاردة 0-0. انبي والمصري بدأ الموضوع يتطور شوية، المصري بدأ يفوق من الكبوة اللي هو فيها. المصري كسب 2-1. البنك الاهلي وسيراميكا 1-0 لسيراميكا.
نقول ترتيب الدوري المصري سريعا، ترتيب الجدول، ترتيب الفرق سريعا بعد ختام الاسبوع السابع. على قمة الدوري طبعا بيراميدز، وانا رأيي ان بيراميدز هيكون هو السنة دي هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي، مع طبعا ما يستجد، احنا لسه في الاسبوع السابع، يعني ما يستجد من زد، من فيوتشر، من الزمالك، متوقع الفوقان لكل الناس. قلنا في المركز الاول بيراميدز 16 نقطة، الثاني الاهلي 14 نقطة، الثالث زد 13 نقطة، في المركز الرابع فيوتشر 12 نقطة، في الخامس الاتحاد السكندري 12 نقطة، المركز السادس المصري 12 نقطة، المركز السابع الزمالك 11 نقطة، الثامن طلائع الجيش 11 نقطة، التاسع سيراميكا 10 نقط، المركز العاشر الجونة برصيد 10 نقط، في ال11 انبي 10 نقط، 12 بلدية المحلة 9 نقط، 13 سموحة 9 نقط، 14 فاركو 5 نقط، 15 الداخلية 5 نقط، 16 الاسماعيلي 4 نقط، كارثة كارثة عايشينها بقالنا كام سنة يعني، 17 البنك الأهلي 3 نقط، ومركز مخيب للامال، ناس كتيره قوي كانت متوقعه للبنك الاهلي السنه دي بالنجوم اللي موجوده فيه وبالمصاريف اللي بتتصرف عليه، كان متوقع له مركز افضل، لكن برضو بنقول ان احنا لسه في بدايه الدوري. في المركز الاخير المقاولين 3 نقط، وبرضو مركز غريب جدا على المقاولين، ولو ان المقاولين يعني السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا كان وصل للمراكز دي. طبعا الترتيب ده نتيجة 7 مباريات لكل الفرق ما عدا النادي الأهلي وبلدية المحلة، لأن في مباراة مؤجلة للفرقتين مع بعض. يعني الموضوع حلو، وزي ما قلنا في أول الدوري هو واحدة في واحدة وأسبوع بعد أسبوع الدوري هيسخن أكتر، فإن شاء الله بأمر الله نتمنى الخير لكل الفرق المصرية، ونتمنى المتعة لجماهير الكرة المصرية. في نهايه حلقتنا النهارده بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه النهارده تعجب حضراتكم ان شاء الله بامر الله، على امل اللقاء في حلقه جايه بامر الله. نتقابل بكره بعد مباراه النادي الاهلي، وبرضه زي ما بنقول دايما نهني بعض ونهني جماهير النادي الاهلي على الفوز بامر الله بكره. اشوفكم على الف خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من عماد متعب مرتدة تصوير، وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر عرضية، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة علي محلول يوزع، جول جول أهلاوي. فاري كبير فاري عظيم، أدي له